زي النهارده 23 ابريل رحلت الفنانه نعيمه عاكف اللي اتولدت في 7 اكتوبر سنه 1929 في طنطا بمحافظه الغربيه. صراع نعيمه عاكف مع مرض السرطان استمر 3 سنين بعد ما اكتشفت اصابتها بالصدفه لما حست بالم في بطنها وهي بتصور فيلم بائعه الجرائد سنه 1963. لما راحت نعيمه عاكف المستشفى وعملت الفحوصات الطبيه اكتشفت للاسف انها مصابه بمرض السرطان وبالتحديد في منطقه الامعاء. نهايه مشوار نعيمه عاكف الفني كانت قبل ما تلفظ أنفاسها الأخيرة بسنتين، بالتحديد سنة 1964 لما قدمت فيلم أمير الدهاء آخر أعمالها علشان تنهي مشوارها الفني اللي استمر 15 سنة بدأته سنة 1949. لكن قبله قضت فترة كبيرة من طفولتها في السيرك اللي كان ملك لعيلتها عيلة عاكف، وفضلت تشتغل في السيرك لحد ما بقى سنها 14 سنة. بعد السيرك اشتغلت في فرقة بديعة مصاباني وبعدها اشتغلت في ملهى كيت كات، وهناك اتعرفت على عدد من المخرجين المصريين. بدايتها في السينما كانت في أواخر الأربعينات، ففي البداية شاركت كراقصة في فيلم ست البيت، لكن مشاركتها الأولى كممثلة كانت من خلال فيلم العيش والملح سنة 1949، وأول بطولة سينمائية ليها كانت في فيلم لها ليبو. نعيمة اتجوزت المخرج حسين فوزي لكنهم انفصلوا بعد فترة بسبب الخلافات وغيرته الشديدة عليها، وبعدها اتجوزت من المحاسب صلاح الدين عبد العليم وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد. وقول لنا إيه أكتر فيلم بتحبه لنعيمة عاكف؟